الفردي. شاهدنا كل شيء جميل في هذه الدورة في انتظار مباراة الترتيب. أبو عبيد، أكيد. فللأسف يعني خريطة الطريق أحيانا تخليك تصطدم مع واحد الفريق اللي فيتك بجزئيات بسيطة تماما. وفي الأونيفو ديال الألعاب الأولمبية راه هاد لي بتي تخيك هما اللي تيخليو الفروق تربح. يعني اليوم لي موفي ديبلاسمون والعيا ديال ظهير ايسر خلى ان الاسبان انهم يدوزوا ويكونوا ممرات. حتى في لاطاك بلاسي ديالهم راه تيشدوا لنا لا ديفونس ديالنا بدايه من الهجوم ديالهم. ما تيخليوش حكيم يطلع، ما تيخليوش الواحد يطلع، ما تيخليوش لاك سونترال ديالنا يطلع، تيبان لك تيران واسع، وبالتالي في اخراج البالون تيكون عندهم بزاف ديال المزايا. يعني استلام تسليم باريحيه، وهذه راه تقنيات عاليه كما قال سي بودراع. يعني مدرسه كرويه هائله. هذا ما تيقللش من المنتخب الوطني، قدم اجود ما عنده. ولكن بالنسبه لي لي بتي ديتاي راجعين من اللياقه البدنيه اللي نزلت في واحد المراحل ولا نزلت لك اللياقه البدنيه ودازوا لك مره ولا جوج مرات فاش تستقبل اهداف، وبالتالي الخروج ديالك كان حتمي. تنظن بان ما علينا نرفعوا القبعه على اللاعبين بالرغم من تحليل الاداء، لاننا نحلل فقط مراحل المباراه. ولكن المرحله العامه او الاداء الفني العام ديال الدوره فهو اداء مقبول وجيد. اكيد اداء جيد جدا. ولا سمعتي في السياق ديال لي بوتي ديتاي كما كنقول لك، راه ملي كتقول ان ماتش تاكتيك دابا بحال دابا اليوم في لا سيتواسيون ديال الجنب ديال جوج كونتر واحد ما تعاملناش معاه مزيان باسكو كان ان ديزيكيليب. ما يمكنش وحدي بوحدو يشد جوج لعابه، كانوا دي سيتواسيون ديال دو كونتر عذبوه فيها. ولكن ولا بغينا نجبدوا حاجه اخرى اللي هي ايجابيه. ولا تفرجتي في الماتش ديال الاسبان مع اليابان، ماركاو ان كورنير بين ترانسفيرسال خرجوها ال 18 ماركا فيرمين بانتيا. اليوم المغرب او نيفو ديال هاد لو كورنير حطوا جوج في لو دوزيام بالون، الاسبان ما قدوش يديروا. هذا هو لو تاكتيك. اشنو هو لو تاكتيك؟ سير بنادم كيدير لك اون ميزون بلاص دان برانسيب وخصك تتعامل معاه. بحال دابا او نيفو ديال لي كود بي اريتي اليوم المغرب ليكيب ناسيونال تعاملوا مع لي كود بي اريتي، سير داروا لاناليز فيديو شافوا لي كود بي اريتي تعاملوا معاهم مزيان. ولكن هاد لا سيتواسيون ديال دو كونتر في لا دوزيام ميتون بوتيت ما تعاملناش معاه مزيان. بوتيت كيما قال بودن زلزولي فيزيكمون، ستادير كان ستادير في الاخر ديالو لا جيستيون ديال لي فور ما كانتش ايجابيه. ولكن عاود تنقولها بغينا نجبدوا زلزولي راه دار دي غران ماتش صحيح، ودار دي غران ماتش، ونتمنى والله يبقى غادي في هذا لو باركور باش يرجع ليكيب ناسيونال ويرجع يلعب في ان غران كلوب. طيب الياس بن صغير لعب مكان الغائب بلال الخنوس. الا بغينا نتكلموا على هذا اللاعب واش خلاه مكانته في هذه المباراه هذه؟ حنا ما كنقصوش من قيمه الياس بن صغير. هذا اللاعب لاعب موناكو. اكيد فهو لاعب جيد بن صغير صراحه. اليوم لا الا شتي الشكل ديال المباراه بزاف ديال اللاعبين ما بانوش على المستوى الفردي. غنبداو بدايه من الحكيمي. علاش؟ لان التكتيك باش لعبها الاسبان فغالقه المنافذ. ثانيا دايره لك زياده عدديه في جميع المناطق اللي ما تخليكش انك تريسكي وتزيد. ثالثا عندهم المساحات اللي تيستغلوها، وبالتالي بزاف ديال اللاعبين على المستوى الفردي اتكلم ما بانوش. دونك الغياب ديالو واش كان مؤثر ولا ما كانش مؤثر ما يمكنش نحكموا عليه، لان ربما القوه اللي كانت غادي تكون مكمن الفوز ديالنا اليوم وهي كانت في المجموعه. اذا الخطه باش لعب المنتخب الاسباني كانت خطه جيده، قدروا يكسبوا الرهانات. هنا اخطاء فرديه كما قلنا قدروا يستغلوها. الغياب ديالو ربما لو لعب بن صغير واستغل واحد الفرصه وسدد وسجل ربما ما كناش نتحدثوا عليه. ولكن تنتحدثوا على مجمل 90 دقيقه كامله كانوا بعض اللاعبين اللي ما ظهروش، وهذا راجع للقوه ديال الخصم، لان تنكونوا مقيدين على المستوى التكتيكي وتنخليو هذاك الامور الفنيه تتكون غائبه، لاننا غنبغيو ندافعوا ما نبغوش نستقبلوا بزاف الاهداف. هذا هو الاشكال اللي وقع في مجمل ديال المباراه. تكلمت على بلال الخنوس لانه كان لاعب اللي كان ساهم في صناعه الاهداف اللي تسجلات في دور المجموعات وكذلك في مباراه الولايات المتحده الامريكيه. لا السؤال ديالك مهم. السؤال ديالك مهم وعنده واحد الاهميه كبيره خلال هذا الماتش. انا نقول لك علاش. حيت الخنوس عنده ديك لا بريز دانفورماسيون ولا كاليتي ديال الضربه في الانترفال. اليوم الاسبان كانوا كيلعبوا بان بلوك اللي هو طالع. كون كان دابا هو اليوم لاعب كان غادي يعطي كويرات الرحيمي. حيت بن صغير سي ان اوت بروفيل. بن صغير هو اللاعب اللي كيقولوا لي 9 دونس. لا 9 دونس وعنده لا بريز دانفورماسيون، عنده هذيك لا كاليتي ديال لا باس في الانترفال ولا كاليتي ديال لا باس في الانترفال مع الاسبان بان بلوك اللي هما طالع. كنا غادي نشوفوا رحيم غادي يمشي جوج ولا ثلاثه المرات غادي يفا سو كري دي زوكا. بن صغير كما كنقولوا بعض المره لونترينور اي كونتران باش بلي مويان دو بور اللي عنده. بن صغير سي با ان 9.5. بن صغير مزيان في جناب بيركوسيون ان كونتران. حيت ملي كتلعب بان 9.5 غالبا بعض المرات
كتكون عاطي بالدار. كاين لاعب ملي كيدخل الوسط كيولي عاطي بالدار ما كتبقاش عنده الشوفه. حيت ماشي كلشي يمكن له يلعب في الوسط. مازال ملي كتلعب في الجناب كتكون البوزيسيون ديالك دو كوتي، سادير كتشوف. ولكن ملي كتلعب في الوسط بعض المرات كتكون داير، دونك ولا ما كنتيش عندك لا بريز دانفورماسيون وديك لا كاليتي دو لا باس دو لا بروميير توش ولا باس في الانترفال، راه ما يمكنلكش تلعب في هذاك لو بوست. بن صغير دار جهدو باسكو لو بروفيل ديالو لي كاليتي ديالو هذاك الشيء اللي عنده كما كنقولوا. الطوموبيل عندها كونتور فيها 100 يمكن تجري ب 120 ولا 140 وفي العقبه كتولي ب 60. دونك سي هادشي اللي كاين. ولكن اليوم كون كان لا بريزونس ديال خنوس كان يكون ان اوتر ماتش او نيفو ديال لانيماسيون اوفونسيف ديالنا. صحيح علائيا، فالمنتخب الوطني قدم مسارا كبيرا جدا منذ بداية المنافسات بفوز كبير على المنتخب الأرجنتيني مرورا بمباراة أوكرانيا، بالرغم من التعثر في هذه المباراة الثانية والفوز الكبير والعريض على منتخب العراق، ثم الأداء الكبير والتاريخي أمام المنتخب الولايات المتحدة الأمريكية. مباراة النصف النهائي توقعناها كبيرة وصعبة أمام مدرسة تتقن الفنيات والفرديات واللعب الجماعي السريع، تيكي تاكا، مدرسة الهولندي يوهان كرويف، مدرسة كبيرة ورائدة متعودة جدا على هكذا